أعزائي المشاهدين، في الحقيقة في تاريخنا أشياء كثيرة جدا منسية. يمكن من ضمن الأشياء المنسية في تاريخنا النياشين والقلائد والأوسمة، ويمكن عرفت هذه النياشين والأوسمة والأنواط بأنها نوع من المقابل المعنوي والأدبي، لأنه بيمثل تقدير من الدولة لمن يمنح هذه الأوسمة. هي يمكن الرجال يعرفون قدر التقدير الأدبي والمعنوي أكثر من غيرهم، لأنها بتبقى فيها نوع من إعلاء لقيمة الوطن وأهميته والرسالة اللي بنؤديها من أجل هذا الوطن. وغالبا ما تمنح لناس أعطوا عطاء كثيرا في مجالاتهم. الحقيقة بيسعدنا ان احنا نلتقي مع سيادة اللواء سامح اللقاني، نائب مدير امن الاسكندرية الاسبق وصاحب كتاب يعتبر الاول او موسوعة فيما يتعلق بالاوسمة والنياشين والانواط. اهلا بحضرتك. اهلا استاذ مجدي، ازي حضرتك؟ يعني في الحقيقة يعني كيف نبعت الفكرة اللي خلت حضرتك تعمل هذه الموسوعة الجميلة؟ انا اقول لحضرتك، هو في بعض نقدر نقول المعطيات او المنتوجات اللي بتؤرخ لمراحل اما سياسية او اقتصادية او عسكرية او وطنية او سياسية. انا بعتبر اكثرها هو طوابع البريد، يليها العملات وخاصة المعدنية، واخيرا القلائد والنياشين والاوسمة والانواط والميداليات. فكان لازم ان احنا لان انا بعتبر ان دي حاجات من الحاجات المندثرة دلوقتي، ما بقتش متاحة وما بقتش في ذاكرتهم وما بقتش في دايرة اهتماماتهم. كنا زمان في المدرسة يمكن بنحرص على ان احنا يكون لنا كراسة نجمع فيها مش الميداليات، كنا بناخد فيها الطوابع البريد اللي صدرت في مناسبات معينة، وكانت بتبقى بالنسبة لنا تاريخ وزي ما يكون هواية من الهوايات. للأسف شيء زي ما حضرتك ذكرت كده اندثرت، وهنا يعني دي كانت الفكرة من وراء ان حضرتك تعمل هذه الموسوعة. تمام. عايزين بقى نعرف احنا كمصر كدولة ايه النياشين وايه الاوسمة وايه القلائد اللي صدرت، ونحاول كده نعرف اهميتها وترتيبها. هو عايزين نعمل رحلة مع حضرتك كده. هو العالم القلائد بتعتبر اعلى حاجة، ودي كانت موجودة سواء في العهد الملكي او في العهد الجمهوري. يليها النياشين، ودي كانت موجودة في العهد الملكي فقط. استبدلت في العهد الجمهوري بالأوسمة. أما الأنواط والميداليات كانت متوفرة أو متاحة في العهد الملكي والعهد الجمهوري. جميع هذه القلائد والنياشين والأوسمة بتمنح في مناسبات. يعني أقدر أقول لحضرتك إن في أوسمة وأنواط لو جينا نقسمهم بتمنح لعدد كبير في مناسبة محددة وتاريخ محدد. زي اما اقول مثلا ميدالية مقاتلي اكتوبر 73، دي بتمنح لجميع المقاتلين من ضباط وجنود القوات المسلحة المشاركين في حرب اكتوبر. لما اقول ميدالية مرور 25 سنة على نصر اكتوبر 73، برضو بتمنح ايضا لجميع المقاتلين من ضباط وجنود القوات المسلحة الموجودين بالخدمة في 6/10/98. طيب في بقى أوسمة وأنواط بتمنح لعدد محدود في مناسبة محددة وليس عدد كبير، زي نوت شدوان. نوت شدوان ده من الأنواط اللي أنا نفسي بفتخر بيها، لأنه مرتبط بمعركة شدوان اللي هي كان في 22/10/70. كانت عبارة عن سرية من الصاعقة المصرية دفعت
هم كانوا 100 مقاتل تقريبا، أيوة. دفعوا ببسالة شديدة عن جزيرة شدوان ضد الإبرار البحري والجوي. ده كان حصار كامل. كان حصار كامل لغاية ما جالهم المدد. فمنحوا 100 دول عدد 100 نوط شدوان باسمهم. بعض الأوسمة والناشين بتمنح على مدار السنوات، بمعنى اما اجي انا في كل فترة بقول مثلا في عيد الشرطة بقول مثلا نوت درجة او طبقاته، الطبقة الاولى والثانية والثالثة. بقول وسام العمل في عيد العمال بطبقاته الاولى والثانية والثالثة. لما اقول وسام الرياضة، ممكن اي فريق او اي لاعبين مصريين حققوا بطولات دولية بعطيهم هذا النشان، بعطيهم هذا الوسام على مدار اي سنة من السنين. مش مرتبط بحدث، لا هو مرتبط بالشخص وما انجزه. طب في بعض الاوسمة او الناشين بتعطى لبعض الشخصيات بحكم عملها، زي اما اقول مثلا قلادة النيل. قلادة النيل بتمنح لرؤساء الدول ونوابهم واولياء العهد. ده يعني هو ده اللي هي مخصصة كل حاجة ولي عهد. لما اجي اقول مثلا قلادة الجمهورية بتعطى لرؤساء الحكومات ونوابهم. طيب في بعض الناشين والاوسمة بتمنح لبعض الوحدات العسكرية، زي وسام الجمهورية العسكري. ده بيمنح للوحدات العسكرية التي ادى افرادها اداء باسلا في معارك قبل البلاء حسنا زي ما بيقولوا. بالظبط. فدي بأمنح هذا الوسام لعالم الوحدة وليس لشخص. بالظبط. لعالم الوحدة، تقدير معنوي للوحدة عامة. هي يعني هنا برزت كلمة دايما حضرتك بتكررها، نشان ووسام. ايه الفرق بين الاثنين؟ هما الاثنين بمعنى واحد، بس النشان ده كانت كلمة تركية فكانت ايام المملكة. لما حصلت جمهورية بقى وسام. تمام. ايه نوعية المعادن اللي بتصنع منها الناشين والاوسمة والقلائد؟ اقول لحضرتك، هو القلائد عادة من الذهب. الاوسمة بتبقى غالبيتها من الفضة، ممكن بيبقى في بعضها من صرة ذهب او من صرة فضة. هل دي بتبقى معبرة عن المرحلة دي ومدى النهضة في هذه المرحلة؟ لا، هي بتبقى معبرة اكتر عن التقدير. يعني يعني لما كل ما الوسام بقى مش في معدنه كمان اغلى بس في درجته اغلى. لان كل الحاجات دي لها ترتيباتها. يعني ما هيش مش معمولة اعتباطا، لا ده كل حاجة بميزان مظبوط جدا. ففي بتحكمها مراسم معينة، بروتوكولات معينة. ففي بعض الحاجات بتبقى في بعض الميداليات او الانواط ممكن يبقى النوط من الفضة وممكن يبقى من البرونز. الميداليات عادة من البرونز او من المعدن العادي. الجهة اللي عادة هي اللي بتبقى منوط بيها اصدار الناشين والاوسمة والقلادات هي جهة واحدة، اللي هي كانت اللي كانت بتعدها اساسا ادارة المراسم في المملكة المصرية. بعد كده بقت ادارة المراسم في رئاسة الجمهورية. هي اللي بتعدها، وبيصدر طبعا بموجب براءة. يعني اي قلادة او نشان او وسام او نوط له براءة. له براءة. البراءة ده هو السند القانوني لمنح هذا النوط او النشان او الوسام لحاملها. يعني حاجة زي الشهادة المكتوبة بالظبط، بس اسمها براءة. دي لازم توقع او تمهر بتوقيع السيد رئيس الجمهورية. هل يعني ممكن بعض الاشخاص يبقى فرد واحد ويحصل على اكثر من وسام او نشان؟ طبعا ممكن يحصل يا اما بصفة شخصية لذاته او بصفة وظيفية او بصفة تواجده في وسط مجموعة. يعني مثلا اقول مقاتلي اكتوبر، يبقى كل الموجودين في القوات المسلحة في فترة الحرب منحوا ميدالية 6 اكتوبر. تمام. كلهم. ما يمنعش ان واحد فيهم ياخد نوط الشجاعة
ايوه، واخد بال حضرتك؟ نوط الواجب، او نوط الواجب العسكري، او نوط التدريب، ايوه، او ميدالية جرحى الحرب، ياخد حاجة تانية. فبالتالي يمكن الجمع ده، يمكن الجمع، لكن المدنيين ما يقدرش ياخد حاجات عسكرية. الأنواط والأوسمة العسكرية للعسكريين، وفي حاجات للمدنيين. تمام. وحضرتك طبعا مشخص أو ما كل حاجة موضحة موضح الكلام ده. هي إن أنا لقيت مجموعة من المصطلحات موجودة في الموسوعة محتاجة لتفسير: الرصيعة، الوريدة، الأوسمة المصغرة، المسطرة، الروزيت، الوشاح. هقول لحضرتك حاجة، أنا جايب معايا نماذج لو الكاميرا تجيبها. ده نموذج، ادي ده لسه، ده الرصيعة. ده الرصيعة. دي بتعتبر الطبقة الأولى، في منها الأولى وفي الطبقة الثانية. دي بتعلق هنا على الصدر. تمام، ولها دبوس من ورا. دي من الفضة. أوقات بيبقى في حاجات صورتها ذهب. وبعدين عندي هنا لما أقول الوريدة، الوريدة دي اهي، هي المقصود دي يعني ده وسام، ده وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، واضحة. وده لما أقول إن ده وسام الاستحقاق من الطبقة الرابعة، دي الوريدة فيه. من الطبقة الخامسة ما فيهوش الوريدة، قماشة سادة. لما أجي أقول المسطرة، ودي دي عادة العسكريين بيحطوها. المسطرة دي عبارة عن إيه؟ لما أجي هنا عشان برضو الشرح يبقى في شيء من الوضوح. احنا شايفينه هنا ده هيبقى نوط النصر من الطبقة الأولى. ده نوط الاستقلال العسكري من الطبقة الأولى. دي ميدالية 6 أكتوبر. ده نوط الامتياز. ده نوط 25 إبريل 82. ده ميدالية العيد العشرين للثورة. ده العيد الفضي لنصر أكتوبر. ده العيد العاشر لثورة 23 يوليو. ده ميدالية مقاتلي أكتوبر من الطبقة الأولى. عشان كده احنا ساعات بنشوف يعني أحد السادة الضباط العسكريين جماعهم بيعلقوا حسب مدة الخدمة، بس للأسف احنا ما عندناش الخبرة بالظبط والفهم ان احنا نعرف. احنا فاكرين انها مجموعة حاجات كده ملونة موجودة. لا كل حاجة لها معنى بالظبط. وبعدين هاجي هنا لما هقول الروزيت، احنا قلنا ده الوريدة. ده الروزيت ده بيبقى عبارة، ده بيتحط في عروة الجاكيت. الطبقة الأولى بيبقى الشريطين دول مذهب زي ما هو واضح كده، معرفش واضح في الكاميرا. واضح. الطبقة الثانية بيبقى واحدة ذهبي وواحدة فضي. الطبقة الثالثة بيبقوا الاثنين فضي. الطبقة الرابعة بيبقى ما فيش الشريطين دول. الطبقة الخامسة بيبقى فيه شريط صغير بيخش بس كده في العروة من غير الجزء. يبقى كده احنا عرفنا الدرجات الطبقات وفقا بالظبط، اذا كانت فضة او ذهب بالظبط. لما اجي اقول الوشاح، ده الوشاح. هو حتى واضح زي ما بنقول وشاح الفضاء دايما بالورق. وبعدين ده بقى عشان يكون هي دي قطعة من الطبقة الثالثة. لكن دي ودي مع بعض يشكلوا الطبقة الأولى. يعني دي تتحط هنا وده يتحط كده وفي مدلس وشاح كده بالظبط كده. فده اسمه كلمة الوشاح، اللي هو عشان يبقى كده واضح للجميع. اتفضل. في الحقيقة يمكن يعني هل في برضه أنا نسيت حاجة معلش. اتفضل. في صورة للأوسمة المصغرة. يمكن لما تطلع على الشاشة أو الريال حضر. أيوة هي دي الصور. الأوسمة دي بالذات كانت في العهد الملكي. دي كلها نياشين وأوسمة ملكية بتتلبس هنا. هي تصغير من دول، يعني بيبقى الواحد فيهم صغير قد كده، وبيتحطوا هنا على البدل اللي هي بدلة السهرة في الحفلات الحضارة الرسمية الملك. على البدلة الملكي مش الرسمي. اتفضل. يعني في الحقيقة يعني كل دولة بيهيألي انها لها اختلاف عن الاخر في الأوسمة والنياشين والأنواط، ومحتاجين يعني نتعلم ونتثقف ونفهم يعني احنا موقعنا ايه من هذا الموضوع، خصوصا ان احنا دولة
عريقة ذات تاريخ. هو طبعا جميع النياشين والأوسمة والقلائد والميداليات تختلف تماما من دولة إلى أخرى. قد يوجد تشابه بسيط في بعض قليل يعني، لكن مصر مجموعتها من أقوى المجموعات. يعني هو المجموعات اللي في العالم المجموعات الدسمة، احنا عندنا المملكة المتحدة اللي هي انجلترا، عندنا روسيا بالترتيب كده، عندنا تركيا، عندنا الولايات المتحدة هي بتعمل تاريخ لنفسها طبعا، وعندنا مصر بالترتيب. هم دي أضخم مجموعات، 4 أو 5 مجموعات، هم أضخم مجموعات في العالم. دي أضخم مجموعات يعني. ممكن واحد يكون بيتفرج علينا دلوقتي يقول طب ما قيمة ان احنا لدينا هذه الكم من الأوسمة والنياشين والأنواط؟ هو طبعا اشوف حضرتك، يعني حضرتك ذكرت جزئية يمكن انا يعني لقطتها من وسط كلام انها تمثل تاريخا وتمثل عراقة وتمثل تكريما. يعني كلما ازدادت عدد هذه الأوسمة والأنواط والميداليات معناها أن في تقدير من الدولة مستمر من الدولة لأبنائها ولعطائهم في مختلف مناحي الحياة. بالظبط كده. فيعني هذه هي القيمة، وكل الحاجات دي بتبقى قيمتها الأدبية هي الأساس. بالظبط. يعني لما تحس بقيمتها المادية، لا انت بتحس انك متفرد بشيء باسمك. فده يعني برضو بيبقى له تقدير تاني. واحنا محتاجين ان ننمي الجانب ده في المرحلة طبعا دي، وخصوصا ان شبابنا شوية يمكن مع الارهاصات الثورتين ابتدى قيمة الجوانب الأدبية والمعنوية تتراجع. شوف أقول لحضرتك حاجة، في الفترة الأخيرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريص، وحضرتك لو راجعت كمية الأوسمة والقلائد، لسه كنا في عيد الشرطة كان فيه، لا ده غير عيد الشرطة كمان، ده عيد الشرطة ده سنوي، لكن التقديرات اللي بتحصل عددها كبير قوي قوي. ده دلالة على ان وسيادة الرئيس كمان ساعات بيخرج عن البروتوكول ويبقى له التقدير الأدبي الجميل الرقيق الإنساني ده مهم جدا. ده مهم جدا. عايز اقول لحضرتك ليه يعني هذه الموسوعة اللي بتعد يمكن من موسوعات القلائل في هذا المجال ما تنتشرش بالشكل الجيد، وليه ما توزعش في مكتباتنا خصوصا مكتبة الإسكندرية رسم برئاسة الجمهورية، عشان يبقى في توثيق لهذا العمل اللي بيعد عمل يعني علمي رصين جميل، لان حضرتك باذل جهد فيه كبير جدا عشان يعني تعمل توثيق لكل الأوسمة والنياشين عبر تاريخ مصر بالكامل. شوف انا اقول لحضرتك حاجه، هو الموسوعه دي تعتبر اول موسوعه في العالم عن القلائد والنياشين والأوسمة والأنواط والميداليات المصرية في العالم. وبالتالي محتاجين ان احنا ندخل فيها جهد طبعا، ان كان يوجد خطأ ما. يعني انا قلت كده حتى في الخاتمة، ان كان هناك صواب فمن الله، وان كان هناك خطأ فمني. فيعني لكن هي تعتبر اول محاولة اجتهادية، وطبعا شغل حضرتك انها خدت سنوات عشان تخلص، لكن هي طبعا تكون تبقى موجودة في موسوعة المعرفة المصرية اللي تحتاج الى انتشار. تحتاج الى انتشار عشان تنزل على المواقع المختلفة. تحتاج واحنا بنحاول نرتب ان شاء الله برضو موعد في مكتبة اسكندرية عشان برضو مزيد من التوعية بيها والنشر عنها. يعني بنحاول برضو ان شاء الله، لانه انا الحقيقة ليه يعني لازم الناس تعرف تاريخ بلدها. بالظبط، ولازم الناس تعرف ان الجهد اللي اتبذل في هذه الموسوعة، ولو في زي ما حضرتك بتذكر برضو لو في محاولات في جوانب اخرى، يبقى برضو في تواصل بين حضرتك وبينهم، لعل وعسى ده برضو يوصل لحاجة بالظبط افضل. بالظبط. احنا عموما بنشكر حضرتك على هذا الجهد الرائع المبذول في هذه الموسوعة، ونتمنى ان يبقى في تواصل بين حضرتك وبين الجهات المختلفة
سواء على المستوى الثقافي او الادارات المراسم المختلفة، وعلى مستوى المكتبات والموسوعات الموجودة في مصر. واحنا شايفين القلائد المصرية كلها موثقة، يمكن انها عبر ممكن اشرحها لهم. ممكن حضرتك برضه تشرح طب لو يعني بوضوح شوية بالتتابع. اهي بالتتابع. ده عندنا اول حاجة ده نشان الكمال. ده نشان كمال ملكي كان بيمنح، ده اسمه بالطبقة العليا، بس ده له اكتر من جزء يعني من الصورة. واللي بعدها دي قلادة النيل اللي احنا قلنا بتمنح لرؤساء الدول. اللي بعدها ده له قصة لطيفة جدا، ده اسمه وسام الاستحقاق. اللي بعده على طول في برضه الاستحقاق اللي بعده. ايوه هو بس شكلين مختلفين. الاولاني بيطلق عليه خطأ وسام المرشدين. هو اسمه الاستحقاق، انما هو لان المرشدين المصريين اللي عملوا في قناة السويس هم اللي حصلوا في الاول. ايوه بعد التأميم هم اوائل الناس اللي حصلوا عليه خطأ. في بعد كده ده نوتش دوان اللي قلت لحضرتك بتاع سرية الصاعقة اللي دفعت عن تاريخ، يعني حاجات بتحكي تاريخ. دي ميدالية ثورة 25 يناير 2011. دي احدث حاجة. لا في احدث في 30 يونيو كمان. جميل. انا عايز اقول لحضرتك حاجة اخيرة، انه لو الشباب قروا الكتاب ده كويس هيعرفوا ايه المجالات اللي ممكن يبرزوا فيها يبقى منه انه حقق ذاته عشان يصل الى وعمل مكسب مادي لنفسه وعمل مكسب ادبي من تقدير الدولة له. ما هو كل حاجة في الحاجات اللي موجودة دي لها درجة تقدير في ناحية من مناحي الحياة بالظبط، وما بتعطاش من فراغ. فلازم الناس لو بتفهم معناها كويس هتبذل جهد كويس قوي في شغلها. بتمنى لان المرحلة اللي جاية محتاجة كل ابناء البلد، كل واحد في بلدنا لازم يبذل اقصى جهد ممكن. بالظبط، لان احنا عشان نوصل بلدنا للي احنا بنأمله ونطمح ان شاء الله، مش لازم نركن ونقعد، لا ده احنا محتاجين جهد كبير قوي قوي. ورئيس جمهوريتنا بيقول لنا كل شوية ده يا ريت يكون في استجابة، والناس تعرف احنا بلدنا جميلة جدا 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 وتستاهل مننا كل جهد وكل قطرة عرق ولو الدم. حقيقي انا بقولها من قلبي، هذه البلد جميلة فنحافظ عليها. يا ريت. احنا بنشكر حضرتك على الجهد الكبير اللي حضرتك بذلته في طبع هذه الموسوعة على حساب حضرتك بشكل شخصي. سيادة اللواء سامح اللقاني نائب مدير امن الاسكندرية الاسبق، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، ونتمنى ان احنا نسمع عن هذه الموسوعة خيرا في ايام وما كنش ضيوف تقال على السادة المشاهدين. لا ابدا، نقول يعني القينا بدلو في معلومة جديدة ان شاء الله يا فندم. احنا بنشكر حضرتك. فاصل ثم نعود اليكم، فما زلنا معكم.